متابعي صفحة تقنيات وعزف المزود، مرحبا بكم. نرجع لكم اليوم فيديو جديد باش نحكي فيه على أهمية تنظيف المزود وخطورة عدم تنظيف المزود. السبب اللي خلاني نهبط الفيديو هذا هو أني هبطت فيديو البارح حكيت فيه على طريقة تنظيف الكفة، لكن للأسف فما أحد متابعي الصفحة معناها خونا أحمد ربي يهديه اكتب كومنتير على الفيديو: خويا قتلتنا بالكذب والطبلعيت، زيد شوية تقول هزوا الكفة للطبيب، يا عازفين لا تعملوا لا زيت ولا طماطم، اعزف بالكفة خلي القصب يعرق ويعمل كالكير، وردوا بالكم من حكاية الزيت للصيحات، أكبر سقوط القصب هو الزيت، قال له يعيش والاحتكاك يولي سلسل وغنى خير. هذا هي الكومنتير متاع صديق الصفحة. قبل كل شيء باش نوجه إشارة فيما يخص حنية الصوت. حنية الصوت ما تجيش من الكالكير والوسخ، حنية الصوت تجي من نوع القصب، طريقة القصة متاع القصب متاع الصيحات، والعامل الثالث هو انه الصيحات يسخنوا في وسط الشكوى بسخانة النفس متاعنا. هذا بالنسبة لبنة الصوت. نمر تو الموضوع اللي أهم من هذا الكل واللي هو تنظيف المزود. أصدقائي عازفين المزود بصفة عامة عموما، قدم جدد أي عازف مهما كان، راهو عدم تنظيف المزود وانك تخليه يخزز ويعمل كالكير كما قال وخاينة راهي مصيبة كبيرة ومضرة صافي. واخترت اللي نجيب لكم زوز أمثلة، مثال الأول بريطاني والمثال الثاني تونسي. علاش؟ على خاطر البلدان هذم الزوز أكثر بلدان فيهم عباد معناها تستعمل آلة المزود. في بريطانيا عندهم الكورنموس، ولهنا صارت عام 2014 كتبت عليها الجرايد البريطانية: Un Britannique de 61 ans est mort après avoir énaillé pendant plusieurs années des champignons pathogènes qui avaient poussé dans sa cornemuse, faute de nettoyage. نفسر: بريطاني عمره 61 سنة توفى، هو يعزف على آلة الكورنموس اللي هي المزود نتاعهم. وزارة الثقافة بعد ما توفى أمروا بتشريح الجثة على خاطر الأطباء كان عندهم شك في السبب نتاع الموت نتاعو، حالة نتاع تسمم نوعا ما. الحالة نتاع التسمم بعد ما شرحوا أثبتت اللي السيد هذا عنده دي شامبينيون، فطريات مخترعة على الآخر في رواريه، هي اللي خلته يكح في كحة شايحة ومن بعديك توفى. هي السبب نتاع الوفاة نتاعو، حالة نتاع تسمم بالفطريات هذه. الأطباء هما بيتهم طلبوا الكورنموز نتاعو هو معناها باش يشوفوها من عند أهله، شافوا الكورنموز وحلوها ولقاو نفس الفطريات موجودة في الشكوى من داخل. لهنا ظهر لي ما عادش فما حتى كلام. الحالة الثانية يمكن برشا عباد فاتتهم وما انتبهوش، لكن العبد لله انتبهت لها على الاخر على خاطرني نثبت ونبحث في حيثيات المزود وفي كما اسم الصفحة يقول تقنيات وعزف المزود. مانيش نحكي على مقام سيكا كهو ومش عارف شنو، مش هذاك الهدف. في وثائقي متاع فن المزود لسونيا الشامخي، وثائقي فيه صالح الفرزيت وفيه برشا عازفين، وفيه عازف المزود مصطفى جدال السيد الله يرحمه. ما نعرفش لو كان لاحظتوا اللي سيد مصطفى عليه رحمة الله كانت بجنبه دبابز نتاع أكسجين، يتنفس بالدبابز نتاع الأكسجين. زيد على ذاك يكح في كحة، كي تثبت تلقاها يمكن هذه هي لاتو ساك، كحة شايحة اللي حكاوا عليها في الارتيكل في بريطانيا. معناها لهنا وخياني ولا الكلام واضح. وبالتالي انا خويا نهبط في فيديوهات نصيحة له خياني المغرمية جدد والقدم، على خاطر اهم حاجة عند بنادم هي صحة بدنه قبل العزف وقبل الدنيا الكل. هذا رقم واحد. رقم اثنين، راهي معلومة الكالكير هو اللي يزين الصوت والوسخ، راهي معلومة غلط، راهي معلومة غلط. نعاود ونأكد، ربي يبارك فيكم ونظفوا الآلات الموسيقية نتاعكم. راهو ما يجيش واحد يحل المزود بعد شهرين وبعد 3 شهور باش يلقاه معناها عامل الخز لاموازيسور اللي هي بيضة ذكرت في الارتيكل. معناها كارثة كبيرة، بالحق كارثة كبيرة.
على صحة عازف المزود قبل أي حاجة أخرى. هذا الفيديو خياني كالعادة، اللي عجبه الفيديو ينجم ينزل جيم ويبارتاجي، خلي المعلومة تفيد الناس الكل، وربي يبارك فيكم. نطوروا المزود متاعنا بتفاصيل مهمة ومهمة للغاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.